أصحاب المعالي والسعادة، السادة المسؤولون الكبار، كل باسمه وصفته مع حفظ الألقاب والمقامات، السيدات والسادة ضيوف المهرجان الدولي لسينما الجبل في دورته الأولى، الحضور الكريم، مساء الخير، مرحبا بنا عندكم. Chers invités, bonsoir et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette première édition du Festival international bien sûr du cinéma de montagne. أيت ما ديستما سلام ربي في اللون نضرب ربي اديو الخنزريه تستعتفوا الكين بركات مرحبا بكم ارتني لكم مرحبا زارون ياك مرحبا زارون كما ما تيخفاش عليكم الحضور الكريم العلاقه اللي كتربط السينما والموسيقى من البدايات ديالها قبل ما يكونوا المؤثرات الصوتيه، من بعد جات الموسيقى اللي كانت قبل ما يكون الحوار، دونك جات من بعد المؤثرات الصوتيه. فهاد العلاقه ديال السينما والموسيقى هي علاقه قديمه، لذلك حتى حنا في المهرجان غنحاولوا نوطدوا هاد العلاقه هذه من خلال الاهازيج ديال المنطقه والفرق الموسيقيه اللي معروفه الفولكلوريه المعروفه. فاذا حتى حنا غادي نحتفلوا بالسينما عبر الموسيقى في هذا الحفل. عليه بكل فخر واعتزاز اعلن على افتتاح هذه الدوره الاولى للمهرجان الدولي للسينما الجبل، ولا يمكننا أن نغيب شكرنا لهذا الحضور الكبير الذي يبين اهتمامه بالثقافة واهتمامه أيضا بالمعرفة، ونحن في خدمتكم من خلال المكتبة وتأليف الكتب والمتحف والمهرجان. فلا يسعني إلا أن أرحب بجميع الضيوف الكرام، متمنية للجميع إقامة طيبة في أحضان جبال الأطلس المتوسط الدافئة، مستمتعين بالمناظر الخلابة لقمم الأطلس الشامخة، ممهدين بحرير مياه الشلالات التي وصبيبها التي هي عبارة عن موسيقى طبيعية، وهنا أستحضر موسيقى طفنا. ولهذا أخص بالشكر كل الذين ساهموا من بعيد وقريب في إنجاح هذه الدورة، وأخص بالشكر السيد محمد العطفاوي عامل
أذلال على مساندته الدائمة لأعمال مؤسسة صوت الجبل للتراث والتنمية المستدامة ودعمه المستمر لأعمالها وأنشطتها وحسه المرهف للثقافة والمعرفة، فلم نجد فيه دوما إلا الإنصات الطيب وحسن التبصر والعمل والالتزام. والشكر موصول للسيد عادل بركات رئيس جهة بني بلال خليفرة لإدراكه بأهمية الثقافة في التنمية الاقتصادية والبشرية. وبنفس الشكر أتوجه للحضور الكريم وللذين استجابوا للدعوة وتحملوا تعب ملتويات جبالنا، وألف شكر. أولا، السينما هي فرجة جميلة، وأهل هذه المنطقة من حقهم يتمتعوا بهذه الفرجة الجميلة. ثانيا، وهذا هو المهم جدا، السينما ماشي فقط فرجة، هي صناعة، هي استثمار، هي رأس مال. وما غاديش نعطي الأمثلة من العالم، هوليوود الأمريكية أو بوليوود الهندية أو تركيا اللي ضربات معدل السياحة بلادها عن طريق المسلسلات التركية. هذا استثمار مهم جدا. وما نمشيش بعيد، عندنا واحد المدينة في المغرب اسمها ورزازات، مدينة ما عندهاش ثروات مادية متميزة أو كبيرة، ولكن عندها فضاء الصحراء، وعندها مادي مهم. حنا عندنا تراث مادينا مهم. لهذا كانت الفكرة أنه علاش ما نقوموش ونقول كلمة هكذا، لماذا لا نقوم بتسويق هذه المنطقة سينمائيا، حتى حنا نطمحوا أنه يجيو هنا منتجين مستثمرين سينمائيين، يجيو مخرجين، يجيو دي سيناريست، يشوفوا المنطقة، يلتفتوا الأهمية ديالها، وهكذا شيئا فشيئا يمكن تنطلق واحد الحركة فنية سينمائية اقتصادية في المنطقة. لهذا بعد الحديث مع الأستاذ المحترم بيجمع كبرى رئيس المؤسسة، جات الفكرة أننا ننظموا شي حاجة متميزة هي سينما الجبل، واستدعينا هنا حاضرين معنا مخرجين كبار 14 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية، حاضرين معنا مخرجين مغاربة وغير مغاربة، حاضرين معنا سيناريست وممثلين، جبناهم باش يشوفوا هذه المنطقة وينتبهوا للتراث ديالها، وحنا مستعدين باش نفتحوا أمامهم كل ما تفخر به هذه المنطقة. وبالتالي فتنظيم هذا المهرجان هو يعني مناسبة ثقافية، هو فرجة سينمائية، ولكنه أيضا دعوة إلى من يهمه الأمر في هذه المنطقة إلى الالتفات إلى هذا التراث اللي بين يديكم واللي خصو حرام أنه يبقى هكذا طبيعي. كاين هنا ديكورات طبيعية اللي فقط خص اللي يجي يستثمرها، كاين هنا تاريخ، كاين ثقافة. إذا تنظيم هذا المهرجان ماشي هكذا، ماشي غادي سالي اليوم. حنا طموحنا انه من خلال هذه الانفتاح، من خلال الحوار اللي يمكن يكون بين السينمائيين المنتجين والمستثمرين اللي حاضرين معنا والطاقات الموجوده في هذه المنطقه، نوصلوا الى واحد استراتيجيه لتحويل هذه المنطقه ماشي الى ورزازات هذا الشيء خصو واحد سنين وسنين، ولكن الى نواه ديال صنع واحد منطقه ديال الانتاج والاستثمار السينمائي. وشكرا. شكرا استاذ عثمان مشكره، المنسق العام للمهرجان الدولي. حضور كبير وطنيا ودوليا، لذلك غادي نتابعوا اول بورتري باش نكتشفوا جميع شكون هو المكرم الاول ديال هذه الدوره هذه، وغنرجعوا نلتقيو بكم. اذا اول بورتري نتابع سويا.
تقريبا. بمعنى تكريم سهيل بن بركة هذا المساء هو تكريم للذاكرة السينمائية المغربية، هو تكريم لكل الفنانين المغاربة، هو تكريم للإبداع المغربي. شكرا لإقليم أزيلان، شكرا شلالات أزود على هذا التكريم، شكرا لاله بهيجة السيمو على هذه الوقفة والاعتراف بقامة من قامات الإبداع السينمائي المغربي. سيظل سهيل في الذاكرة المغربية، وستظل سينماه نبراسا لنا جميعا كمخرجين. باسم اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة أحيي كل من يقف وراء هذه التظاهرة، أساسا أصدقائي الفنانين، ممثلين، مخرجين، منتجين، ورؤساء المهرجانات، وأيضا الصحفيين. شكرا للسيمو، شكرا شلالات أزود. شكرا عبد الله الجوهري. شكرا. تفضلوا استاذ. إذا ندير على المهرجان تقدمه السيدة بهيجة السيمو للسيد جمال السويسي نيابة عن سي سهيل بن بركة. الحقيقة أتشرف كامل الشرف لأستحضر ذكرى قامة من قامات السينمائية لسهيل بن بركة، وهو صديق حميم وعزيز على قلبي. إذا كنا نستورد الذهب من تومبوكتو في أيام مضت، فقد استوردنا ذهبا من تومبوكتو وهو سهيل بن بركة. شكرا سيدة بهيجة السيمو. الدرع تحت الثقافة ديالكم غادي تبقاو معنا، وغادي نطلب من سي حسن بن جلون باش يتقدم معنا المنصه، يشوفوه الجمهور اللي حاضر معنا ويتعرفوا عليه، ويقدم هديه. حنا في ازيلال غادي نطلبوا من السيد رئيس الجهه بالنيابه بدر التوامي باش يتفضل معنا لتقديم درع المهرجان للمحتفى به أمادو تيور. تحت الثقافة ديالكم ايضا غادي نطلب من الفنانه الكبيره اللي حتى هي قدات الطريق وجات باش تشوفكم، السيده نعيمه الياس، باش تقدم هديه المهرجان للسيد امادو تيور. بقى معنا استاذ ناخذ صوره جماعيه. التكابير تحت الثقافة ديالكم والتشجيعات ديالكم. شكرا لكم. شكرا. سي محمد خويي، اقليم ازيلال كله يحتفي بك من خلال السيد العامل، من خلال مهرجان سينما الجبل. تفضل. لتقديم هدية المهرجان ابن المنطقة الفنان سعد موفق. سي سعد موفق يتفضل مشكورا لتقديم هدية المهرجان للممثل والمشخص الكبير سي محمد خويي. ديالكم سيد محمد عبد الرحمن تادي.
السيد بوشعيب الرميلي المدير العام للامن الوطني سابقا غادي يعطي تو هديه رمزيه للسيد عبد الرحمن التازي، فليتفضل مشكورا. هو سي عبد الرحمن التازي طبعا كيستحق منا تكريم وتكريم كبير، ولكن هو الان رئيس اللجنه وهذا هو التكريم ديالنا ليه بهذه الصفه هذه، فشكرا له. والسيد الرميلي سيقدم الهديه. Je prie nos invités à qui nous avons rendu hommage de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour une photo de famille. السادة المكرمين يتفضلوا معنا إذا سمحتوا طبعا. السيدة الرئيسة والسيد العامل يتفضلوا معنا باش ياخذوا صورة مع ضيوف المهرجان إذا سمحوا. وطبعا غادي ننادي على الفنانين ضيوفنا الكرام، سيدة نعيمة إلياس، سيدة سعدية أزكون، سعد موفق، عبد الحق بن مجاهد، نسيم حداد، والضيوف الآخرين. سي نسيم حداد تفضل معنا. هذا سي نسيم عاد التحق بينا. وشوفوا نتوما زهركم واش أغنية ولا كلمة، نتوما تقولوا. شنو سي نسيم، أغنية ولا كلمة؟ ما يمكنش ياك، ما يمكنش ندوزوها هكذا. كيفاش ندوزوها هكذا، أغنية ولا كلمة؟ يلا. الضيوف ديال المهرجان اللي حاضرين معنا، nos chers invités, vous voulez bien nous rejoindre sur scène, سي داود، سي حسن بن جلون، جمال السويسي، طبعا دريس البريني، حاضر معنا سي محمد بيان سور المفتاحي، سي المفتاحي، وطبعا الضيوف ايضا الاجانب، سي بن والناس، سي مجدي، اندري، اي بيان سور لي زوتر، سعاد حسين الى